عمر هيئة علماء المسلمين من عمر الثورة السورية يصفها مؤسسوها بمكبر الصوت الذي أخرج رفض نظام البعث من الغرف المغلقة إلى الشوارع. وفيما كاد الفراغ يأكل الساحة السنية استنفرت الهيئة مشايخها لمحاولة ملئه قدر المستطاع، فهي التي كانت الحكم والمتابع لأي حدث بين الجيش اللبناني والمناطق الحاضنة لمعارضي النظام السوري. واكبت قضية مقتل خالد حميد وطلبت توضيحا من القيادات الأمنية التي استجابت، ثم دخلت على خط المفاوضات المباشرة بين الشيخ الأسير والجيش في أحداث عبرة، إلا أن الرفض الأمني أي مبادرة قطع الطريق على أي حل غير عسكري. أما مساهماتها الأخيرة فهي تولي الوساطة بين الدولة اللبنانية وخاطفي اللبنانيين، والتي أفضت إلى الإفراج عنهم. فما دورها اليوم وعلى ما يقتصر؟ الهيئة ليست تنظيما عسكريا يستطيع أن يقاتل دفاعا عن أهل السنة، ولا هو تنظيم سياسي يستطيع أن يبازر من أجل يعني تحقيق مصالح معينة. الهيئة هي مجموعة علماء يريدون تبيان الموقف الشرعي من الأحداث التي تجري. هذا هو نحن هدفنا. هل ستغير الهيئة هيئة دار الفتوى في الانتخابات المقبلة، وخصوصا أن عددا كبيرا من مشايخها ينتمي إليها؟ أصبح دورها ضعيفا ولم تعد تلامس نبض الشارع، وكان هناك مطالبات من الجماهير بأن يكون لدار الفتوى دور ينصر المظلومين فيه أكثر. الهيئة لها حق أن تكون ممثلة في المجلس الشرعي وأن يكون لها دور في كل مناصب دار الفتوى والإفتاء. الاختلاف بالرأي بين الهيئة وحزب الله عمودي بالنسبة إلى السلاح وحصر المقاومة بفريق واحد، وبطبيعة الحال القتال إلى جانب النظام السوري. تورط حزب الله في أتون الثورة السورية ونصرة الظالم على المظلوم ما ترك للقاء مجال. نحن نرى أنهم وقفوا موقفا ينافي أخلاقيات الثورة وأخلاقيات المقاومة وأخلاقيات ثورة الحسين. لم يحصل أي لقاء معهم، ولعلهم هم أيضا ما بادروا إلى طلب لقاء معنا. إذن دور الهيئة مضبوط على التبليغ بالكلمة والحكم الشرعي كما الساعة حتى الساعة.